العاني مع رفقة نادي النفط، بينما نادي القرمة مع المدرب أحمد خلف يجري عدة تغييرات على التشكيلة الأخيرة التي لعبت أمام دهوك. محمد حميد في حراسة المرمى، هلا وفاق، أيوب مودن، كرار عامر، محمد أبو حشيش، سجاد جاسم، إبراهيم سعادة، يوسف أمورة فيصل، لوي العاني، وعلي علوان. طبعا يعني غياب أهم لاعب في فريق نادي القرمة، تكلم عن غياب أيمن حسين بسبب إصابة طبعا كدمة على مستوى الساق الأيمن، وبالتالي غير موجود اللاعب أيمن حسين لا في التشكيلة الأساسية ولا في قائمة اللاعبين البدلاء. أجواء كبيرة هناك في ملعب الجولان الذي يحتضن هذا اللقاء بانتظار إكمال بعض الترتيبات على ملعب الرمادي، وكر الذئاب، وكر نادي الرمادي الذي يستضيف مباريات نادي القرمة منذ الموسم الماضي. لقطة جميلة جدا لملعب الجولان هناك في مدينة الفلوجة، تحديدا في حي الجولان التاريخي. شاهد أمان على بلادنا العزيزة، أجواء جميلة جدا في دورينا شاهدناها في البصرة، في الناصرية، في العمارة، في الرمادي، في تحديدا في الفلوجة، أيضا هناك في دهوك، كذلك في بغداد، طبعا ملاعب بغداد. ونتمنى أن تكون جميع ملاعبنا بهذه الصورة الجميلة وجميلة جدا، وخاصة من ناحية الأرضية. أحمد كاظم يضبط الساعة من أجل ضبط هذا اللقاء المهم جدا. الفريقان قدما دور أول على مستوى عالي وعالي جدا. الآن مباريات الدور الثاني التي انطلقت يوم أمس، النجف خسر أمام ديالى، زاخو فوز على القوة الجوية، واليوم أيضا هناك مباراتين، نفط ميسان فاز على نوروز بهدفين مقابل هدف واحد، والكرخ هدفين مقابل هدف واحد على فريق القاسم، والمباراتان تجريان بنفس التوقيت. المينا واربيل، وهذه المباراة التي أمامكم القرمة والنفط، القرمة بالملابس البرتقالية والنفط في بالملابس الخضراء، يعني الفريقان يلعبان بالزي الأساسي للفريقين، وبالتالي المباراة ليست سهلة تماما على الفريقين. فريق النفط طبعا هناك استقرار على مستوى الانتقالات، على مستوى الكادر التدريبي، وبالتالي كلما يكون الفريق مستقر فنيا أكيد الأداء يكون أكثر تنظيما. الكرة الآن رمية جانبية من سيف كريم، هنا المحاولة الرئيسية وتترك لمحمد حميد الكابتن والقائد. محمد حميد يهدئ اللعب منذ البداية، وتمريرة طويلة من القائد والكابتن محمد حميد، كرة طويلة رأسية والابعاد من أحمد خالد، عادة محمد سادات مجددا لمصلحة فريق النفط. محمد عدنان دوحي، أي ذكريات يا دوحي، أي ذكريات يا محمد عدنان رفقة فريق القرمة. هنا التمريرة يوسف أمورو، وأنجي جوال موجود في التغطية، لكن ابعاد الخطر بصورة مؤقتة، وقطعت الكرة من سامهين. الكرة لم تخرج، بداية سريعة جدا من الفريقين، لكن هناك على ما يبدو راية وتسلل على يوسف أمورا لاعب منتخب النيجر. هناك لاعبين من النيجر، واحد مع القرمة أتكلم عن يوسف أمورا، والآخر هو طبعا موجود في دكة البدلاء موتاري أمادو رفقة فريق نادي النفط. ضربة حرة غير مباشرة، أحمد خلف وترقب، يعرف تماما أهمية المباريات، أهمية النقاط داخل ملعبه وما بين جماهيره. مؤازرة جماهيرية كبيرة، يعني ليس فقط هنا في الملعب، حتى على حتى في مواقع التواصل الاجتماعي نشاهد جماهير لمبار وجميع جماهير لمبار خلف القرماوي، والقرماوي المتحدي في هذا الموسم. هل يستطيع أن يخطف اللقب من كبار القوم الفريق المؤسس حديثا، لكن كبير في الملعب، كبير في الحاضر، يستطيع بهذه الأسماء أن يحقق لقب الدوري. نعم أسماء قادرة على تحقيق لقب الدوري بالنسبة لنادي القرمة، لكن يعرف تماما أبناء القرمة، أبناء الصقور، المهمة ليست سهلة، وخاصة في هذا الموسم الاستثنائي في دورينا. نتكلم عن منافسة كبيرة، يعني نتكلم عن رباعي بغداد، القوة الجوية والشرطة والطلبة والزوراء، إضافة إلى زاخة ودهوك، وأيضا المتحدي الميناء
الذي يعود بقوة وقدم أوراق اعتماده أيضا كفريق حاضر من أجل تقديم موسم مختلف عن الموسم الماضي، إضافة إلى القرمة وبقية الأندية. أيضا ديالا الذي يستمر بالتألق منذ نهاية الموسم الماضي وبداية هذا الموسم، وبالتالي يعني شاهد منافسة كبيرة وكبيرة جدا ما بين الفرق. لكن القرمة الذي انتدب العديد من اللاعبين على المستوى المحليين وعلى مستوى المحترفين يريد أن يراهن على اللقب، يريد أن ينافس على اللقب. هنا الإبعاد من أجي جويل اللاعب الكاميروني، هذا هو عادل نعمة بعد مواسم 3 مواسم مع نادي الحدود، الآن انتقل إلى نادي النفط الموسم الثاني التوالي. هنا المحاولة علي علوان الخطير الذي يلعب اليوم كمهاجم مع يوسف أمورو في قلب الهجوم. يعني شاهد تغييرات بالنسبة لنادي القرمة، يعني شاهد محمد أبو حشيش وإبراهيم سعاد وأمور فيصل ويوسف أمورو 4 لاعبين في التشكيلة الأساسية بعدما كانوا غير متواجدين في التشكيلة الأساسية في المباراة الماضية أمام دهوك، بينما فريق نفط فقط لاعبين وليد كريم ومحمد عدنان دوحي بدلال أمادو وأوغستين. هنا ركنية أولى لمصلحة فريق القرمة في الدقيقة الخامسة. هل تكون الكرات الثابتة هي الحل؟ لكن دفاعات النفط موجودة وبعدة الخطر من جديد تمريرة لكن من أمور فيصل. أيضا أمور فيصل لاعب يلعب أساسي أموري فيصل في هذا اللقاء بعدما اشترك بديلا في اللقاء السابق، وهذا محمد عدنان دوحي. أي أيام جميلة قضيتها وكنت هنا مع القرمة. هنا علي علوان الخطير اللاعب الأردني الذي سوف يتواجد في كأس العالم. هنا تصويبة لكن إلى الخارج ركلة مرمى. حاول هلا وفاق مدافع اليمين المنتقل من نادي أربيل بعدما قدم موسم كبير رفقة نادي أربيل وكان أكثر مدافع يمين صنع أهداف. نعم لديه 7 أسيست في الموسم الماضي، وبهذا التألق تم انتدابه من قبل فريق القرمة من أجل أن يكون مع القرماوي المتحدي في هذا الموسم. وشاهد جماهير تحتشد بالآلاف هنا في ملعب الجولان. هنا التمريرة من ساميهين إلى دوحي لكن الضغط من أبو حشيش المدافع الأردني. الوضع على الصورة لديه، وهنا طبعا جانب من الحضور الرسمي السيد محمد الحلبوسي متواجد هنا في ملعب الجولان من أجل متابعة هذا اللقاء. هنا رأسية كرار عامر، إبعاد الكرة أبو حشيش ويحاول يضغط محمد عدنان دوحي الذي سبق وأن مثل نادي القرمة في الموسم الماضي وفي هذا الموسم. طبعا يأتي هنا من أجل ليس كرفيق، ليس من أحد لاعبي القرمة، وإنما منافس أكيد في عينيه بريق حائر بين الحنين والواجب. الجماهير تتوزع بين تصفيق يستعيد الذكرى وصفير يطالب بالوفاء. يرتدي اليوم قميصا آخر ثقيلا عليه كأنه درع يحجب ماضيه. كل لمسة للكرة توقظه من الذكريات. وهنا سجل هدفا لا ينسى وهناك احتضنها رفاق الأمس، لكن الآن منافس يحتم عليه الولاء للشعار الذي يحمل على صدره كأنه يخوض معركة بين ماضيه وحاضره، بين العاطفة والاحتراف. هذا هو لسان محمد عدنان دوحي في هذا اللقاء. هذا هو دوحي، يحاول دوحي لكن قطعت أمور فيصل. تمريرات قصيرة من جديد إبراهيم سعادة عادت وكرار والإبعاد. تشتيت الكرة أمورو بلمسة جميلة أمور فيصل. الله على علوان، تمريرات جميلة لمصلحة فريق القرمة. انطلق الأردني، انطلق النشمي والتمريرة هناك وصلت إلى سجاد جاسم يلعب الكرة العرضية والإبعاد من سيف كريم مجددا لمصلحة فريق القرمة الذي يبحث عن الكرات العرضية باتجاه علي علوان ويوسف أمورو مجددا لمصلحة فريق القرمة. دفاع متقدم، هنا التمريرة يوسف أمورو لم يستطيع استلام الكرة بالصورة الصحيحة. طالت على هذا النيجر، على لاعب منتخب النيجر، طالت وراحت وذهبت إلى ركلة مرمى. وهذه هي جماهير القرمة الحاضرة بقوة هنا خلف صقور الغربية من أجل المساندة والتشجيع
من أجل مؤازرة هذا الفريق البرتقالي الذي يبحث عن 3 نقاط وفوز، لكن يعرف تماما يصطدم بفريق منظم جدا. هو فريق النفط مستقر على الكادر التدريبي، مستقر على اللاعبين، على التشكيلة، وخاصة في المباراة الأولى قدم مباراة كبيرة أمام فريق القاسم، وبالتالي ليس صيدا سهلا للصقور. فريق النفط سامهين إلى ستار ياسين، والكرة الآن والمحاولة سادات إلى وليد، وهناك خطأ لمصلحة وليد كريم الكابتن والقائد منذ موسم 2018-2019 رفقة نادي النفط، وما زال يحمل الزي الأخضر، يرتدي هذا اللون الذي مثله لسنوات وسنوات، ويصل إلى السنة 7 وهو مع النفط رفقة هذا الفريق العريق، الفريق الذي طبعا منذ سنوات طويلة بالنسبة لفريق نادي النفط في الدوري العراقي منذ موسم 85-86، 40 سنة ونادي النفط هو متواجد في الدوري العراقي، يعني بمختلف التسميات، دائما في دوري الأضواء. هنا الكرة العالية رأسية والإبعاد من أيوب مودن، المتابعة موجودة من قبل حسام جاد الله، لكن الكرة إلى الخارج، رمية جانبية. هذا هو حسام جاد الله، لاعب الخبرة 30 عام منذ الموسم الماضي مع فريق النفط، قادم من نفط البصرة، وما زالت التصفيق والتشجيع، كأن جماهير القرمة قادمين إلى سفرة سعيدة من أجل الاحتفال في الفوز. يعني تشاهد نظرة الجماهير لديها ثقة كبيرة بالفريق، لكن أيضا يعرفون تماما احترام أي منافس سواء هنا داخل الديار أو خارج الديار. تمريرة طويلة قطعت من كرار، عادت لأموري، إبراهيم سعادة، هل يأتي بالسعادة مع فريق القرمة؟ أبو حشيش، ويضغط عليه دوحي مرة أولى ومرة ثانية، وهناك رمية جانبية لمصلحة فريق القرمة، لمصلحة أبو حشيش ومحمد عدنان. دوحي كان يطالب بالخطأ في اللقطة من أمام الحكم المساعد الأول كرار عبد الكريم، لكن كرار عبد الكريم يقول لا وجود للخطأ، وهناك رفع ساق من قبل محمد أبو حشيش، لكن هل كانت ترتقي إلى خطأ أو لا؟ أكيد الحكم أقرب وهو الذي قرر اللقطة وقرر لا وجود الخطأ. هنا على علوان الخطير مع جيجي ويل، الكاميروني يتعثر، وهنا التمريرة وسادات، ابعاد اول خاطئ، عادت لسادات من جديد، عادت للاعب الغاني محمد سادات، يلعب الكرة الرأسية من جديد لمصلحة فريق القرمة. ابو حشيش الى اموري الى لؤي العاني، صانع الالعاب لؤي العاني يلعب الكرة الطويلة، هنا الابعاد من احمد خالد الى ستار ياسين، لاعب تكتيكي مهم جدا في وسط الملعب، يستطيع اللعب على الاطراف، وايضا في وسط الملعب يضغط وليد كريم على ايوب مودن، حذاري قصيرة، لكن محمد حميد موجود بخبرة السنين، يلعب الكرة الطويلة احمد خالد ورأسية، واعادة الى الحارس حسين علي جولي القادم من اربيل، وايضا حسين علي جولي مثل منتخبنا الاولمبي. هذا هو احمد خالد الذي سجل هدف في مرمى فريق القرمة في الموسم الماضي، ايضا ضمن مباريات الدور الثاني، التقيا في الموسم الماضي ايضا في مباراة الدور الثاني، وكانت المباراة الاولى في ملعب الرمادي، المباراة الاولى لمصلحة فريق القرمة كانت في ملعب الرمادي، بعدما لعب المباراة الاولى كانت خارج الديار امام الشرطة، وبعدها هنا استضاف النفط ليس في ملعب الجولان انما في ملعب الرمادي، وفاز فريق النفط على فريق القرمة بهدفين مقابل لا شيء. سجل اهداف الكاميروني جابرييل رامسيز، وايضا الهدف الثاني احمد خالد المدافع الموجود، جابرييل غير موجود مع نادي النفط في هذا الموسم، بينما فريق القرمة لم يفز على فريق النفط لا ذهابا ولا ايابا. تلعب الكرة محمد عدنان، دوحي بالقرب من ستار ياسين، يلعب الكرة العرضية، لكن تغطية موجودة من هلا وفاق من جديد لمصلحة أحمد خالد، يلعب الكرة عالية وطويلة باتجاه المشاكس وليد كريم، وصلت لمن؟ وصلت إلى دوحي، محمد عدنان يلعب إلى سامهين، إلى محمد عدنان مجددا، محمد يحاول التصويب، الله 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 على الفدائية من لؤي العاني، توضح لك الروح العالية والكبيرة لفريق القرمة بهذا التصدي. وهنا الحكم عاد إلى هذه اللقطة
إلى هذه اللقطة ما بين إبراهيم سعادة وسامهين، وهنا شاهد لؤي العاني كيف انقض وكيف رمى بنفسه من أمام محمد عدنان من أجل عدم التصويب باتجاه المرمى. وبالسلامة للاعبين محمد عدنان دوحي ولؤي العاني. هذا هو محمد عدنان، أي مشاعر يحملها اليوم، لكن خلاص هو هذا الاحتراف. محمد حميد يعترض على اللقطة الأخيرة، لكن أحمد كاظم حكمنا الدولي يقول هناك خطأ. تاريخيا النفط له الأفضلية بعدما فاز في مباراة الذهاب في ملعب الرمادي بهدفين مقابل لا شيء، والتعادل السلبي كان حاضرا هنا في العاصمة الحبيبة بغداد، وبالتالي القرمة لم ينجح بتسجيل أي أهداف أو تسجيل أي انتصار. وبالتالي هل يستطيع اليوم أن يحقق انتصاره الأول على المستوى التاريخي أمام فريق النفط؟ فريق النفط الفريق القديم، الفريق التاريخي في الدوري العراقي. أتكلم عن خبرة 40 سنة لنادي النفط هنا في الدوري العراقي. نعم لم يحرز لقب الدوري، لكن حل وصيفا في موسم 2016-2017، وأيضا أحرز المركز الثالث لموسمين، وكذلك أحرز المركز الرابع لأكثر من موسم. وبالتالي فريق النفط دائما ما يكون إضافة على مستوى الدوري، ينقصه فقط الجماهير. نعم يعني إدارة نادي النفط من سنوات طويلة لم تستطيع أن تجلب أو تجذب الجماهير لهذا الفريق المؤسساتي التابع لوزارة النفط. الآن خطأ، وربع ساعة على انطلاقة اللقاء. حبتي مشاهدي ومتابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، معكم بنقل الدوري العراقي. بالسلامة للؤي العاني والسلامة لمحمد عدنان دوحي. خطأ الآن لمصلحة فريق النفط. أحمد خالد أو سيف كريم. نعم موسم آخر مع فريق النفط، عديد اللاعبين موسم آخر مع فريق النفط. أحمد خالد هل يعيد الكرة ويزور شباك القرمة للموسم الثاني على التوالي؟ سيف كريم يلعب الكرة العالية، هنا الرأسي والإبعاد من كرار، عادة إلى ستان ياسين، تغيير اللعب باتجاه محمد دوحي، يلحق بالكرة قبل أن تخرج، يحاول دوحي يلعب الكرة لكن اصطدت بعلى علوان. العاد الواجبات الدفاعية إلى الخارج وركنية الآن لمصلحة فريق النفط. فريق النفط يضغط على مستوى الكرات الثابتة، في مرة أولى خطأ وفي مرة ثانية الآن ركلة ركنية. هل ينجح فريق النفط أن يسجل أول أهداف عن طريق الكرات الركنية أو الكرات الثابتة؟ يحاول الآن سيف كريم على لعب الركلة الركنية، تلعب الركلة الركنية وممتاز محمد حميد بثبات كبير يمسك الكرة، وهناك خطأ ويطالب بالبطاقة الصفراء. نعم محمد حميد قائد حقيقي لفريق القرمة، سبق وأن مثل منتخباتنا للفئات العمرية والمنتخب الوطني، وكان مشوار متميز رفقة نادي الشرطة. وبالتالي هل يستطيع محمد حميد قيادة كتيبة القرمة، كتيبة الصقور، من أجل إحراز اللقب لهذا الموسم؟ أموري إلى سجاد، تحول بالكرة السريع للهجوم، يوسف أمورو يضغط على جيجي وين، لكن كرار سالم وتمر الكرة سلامات بعدما لعبها برأسه كرار إلى الحارس حسين علي جولي. تلعب الكرة عن خلاص قاعدة الثمان ثواني تم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي الفيفا بعدما شاهدناه في كأس العالم للأندية هناك في الولايات المتحدة الأمريكية. خلاص عندما تكون الكرة بحوزة حارس المرمى سواء بيده أو تحت أقدامه، خلاص يبدأ العد بعد مرور 3 ثواني، يبدأ الحكم بالعد الثواني الخمسة. وفي حال هنا الكرة الآن علي علوان يلعب ليوسف أمورو، وأحمد خالد موجود في تغطية من أحمد خالد من أمام يوسف أمورو. لغاية الآن لم نشاهد الكرات الخطيرة، لكن الخطورة لمصلحة فريق القرمة. هنا التمريرة لوي في الشباك من الخارج. نعم حاول لؤي العاني بعد تمريرة من أمور فيصل، لكن على ما يبدو لمست المدافع
أم لمست الحارس المرمى، وبالتالي الكرة لا ركلة ركنية لمصلحة فريق شاهد ركنية لمصلحة فريق القرمة. تلعب عالية وبعيدة تماما، أقرب لمن؟ أقرب للؤي العاني مع الكرة، مررها إلى سجاد تغيير اللعب هناك في أقصى جهة اليمين. أمور فيصل استلم الكرة بصورة جميلة، لاعب منتخبنا الأولمبي. أمور يحاول المرور من أمام سيف كريم، تمريرة سبق واللعبة سوية مع نادي الكهرباء. الكرة الآن عادت من إبراهيم سعادة إلى هلا وفوق، وصلت إلى سجاد لمصلحة فريق القرمة يحاول السيطرة والاستحواذ على الكرة. أبو حشيش لكن هو يصطدم بفريق منظم تماما، فريق يعني طبعا لغاية الآن نشاهده ببلوغ دفاعي متماسك، لا يعطي المساحات. يعني شاهد المسافات قصيرة جدا ما بين لاعبين نادي النفط، وبالتالي معاناة كبيرة على المستوى الهجومي لفريق القرمة، لا يستطيع الوصول طبعا سريعا لمرمى فريق النفط. هنا الكرة قطعت وعادت من جديد لمصلحة فريق القرمة. أيوب مودن المغربي القادم من نادي الفاس بعدما تم إعارته لنادي الشرطة في الموسم الماضي، وعاد لنادي الفاس المغربي ومن ثم الانتقال إلى نادي القرمة. الكرة طالت على محمد أبو حشيش، رمية جانبية لمصلحة فريق النفط. هنا توجيهات المدرب عادل نعمة، يوجه هذا أنجي جويل يعاني من إصابة. قرمة الذي حل في المركز الثامن في الموسم الماضي، بينما نادي النفط الذي كان في المركز السادس في الموسم الماضي. أيمن حسين الغياب الأبرز عن صفوف نادي القرمة في هذا اللقاء. أيمن حسين سبق واللعب لنادي النفط على فترتين، عام 2014 لغاية عام 2017 سجل خلالهم 21 هدف، ومن ثم عاد مجددا عام 2018 وسجل 11 هدف. هنا فاضل كريم يجري عمليات الإحماء تحسبا لخروج أنجي جويل اللاعب الكاميروني 27 عام، موسم آخر رفقة نادي النفط، سبق وأن مثل نادي الحدود أيضا مع المدرب عادل نعمة. هذا هو علي عنوان اللاعب الأردني الذي انتقل في هذا الموسم لنادي القرمة من نادي سيلانكو الماليزي، وأيضا كانت لديه تجربة احترافية. شاهد اللقطة ما بين لؤي العاني وأنجي جويل، الكرة لمست وذهبت ركنية لم تكن واضحة من هذه الزاوية. بالسلامة لأنجي جويل والسلامة لجميع الموجودين هنا في ملعب الجولات. راسية يحاول لؤي العاني، أموري إلى إبراهيم سعادة، إبراهيم إلى أموري، 1-2 مع إبراهيم لكن قطعت من وليد كريم. الوضع على الصورة الكابتن والقائد إلى الخارج. طبعا سجل أهداف فريق النفط في مباراة القاسم سيف كريم وأحمد خالد وحسام جادل، والثلاثي متواجد في التشكيلة الأساسية بالنسبة لفريق النفط. أبو حشيش على لعب الرمية الجانبية اتجاه أموري، رأسية أموري إلى علي علوان، إلى أموري إلى يوسف أمورو. تمريرة أموري فيصل لم تكن يعني فيها الانسجام والتفاهم الكبير ما بينه وبين يوسف أمورو. أكيد يعني يحتاج فريق القرمة عدة مباريات حتى ينسجم الفريق أو يكون أكثر انسجاما. سيف كريم يحاول الآن سيف، تمرير ستار ياسين هناك من جهة اليسار، ستار يلعب الكرة لكن كرار ابعاد من جديد الى ستار ياسين يحاول الآن سيف كريم أيضا كرة، هنا استلام الكرة قطعت عادت لمصلحة فريق القرمة، يضغط لاعبي نادي النفط، وهناك تصادم ما بين لاعبي نادي النفط في هذه الكرة. بالسلامة لاعبي نادي النفط بعد الكرة المشتركة ما بين كرار سالم يا الله ومحمد سادات.
دخول قوي كان محمد سادات، أكيد غير متقصد بهذا الدخول، لكن دخول على مستوى الرأس، على رأس كرار سالم في هذه اللقطة. بالسلامة لكرار سالم مدافع اليمين مع محمد سادات. شاهد اللقطة، وبالتالي الصدام قوي وقوي جدا. بالسلامة للاعبين لكرار سالم ومحمد سادات اللاعب الغاني، اللاعبان منذ الموسم الماضي رفقة نادي النفط. أحمد كاظم أكيد يطمئن على سلامة اللاعبين، خاصة يعني دائما بروتوكول الفيفا يوصي الحكام بإيقاف المباراة مباشرة عندما تكون هناك إصابة على مستوى الرأس، وبالتالي يعني أحمد كاظم أكيد يطبق البروتوكول بحذافير، خاصة الأهم هو سلامة اللاعب. وشاهد أحمد كاظم كيف أوقف المباراة وطلب من الكادر الطبي الدخول سريعا من أجل علاج اللاعبين. إسقاط كرة لمن؟ هل لفريق النفط أو لفريق القرمة؟ لا، لفريق القرمة. نعم يجب أن تلمس الأرض يا أيوب مودن إلى كرار عامر قادم من نادي الطلبة. أيوب يحاول فريق النفط أن يضغط إلى الأمام، بلوك دفاعي متقدم لفريق النفط. قطعت الكرة سامهين إلى ستار ياسين، ولا وجود للخطأ، الحكم قريب جدا وفي زاوية رؤية ممتازة. هنا لعب الكرة على علوان، الله على السلام يا علي علوان، يحاول المرور والتمرير لولي العاني، لكن دوحي بالواجبات الدفاعية قاطع الكرة، مر الكرة أمامية لمن؟ إلى الخارج، إلى رمية جانبية تلعب سريع من أبو حشيش إلى أموري، إلى أبو حشيش يحاول، لكن أيضا قطعت الكرة. نعم، وراء فيه نوع من السرعة، لكن لغاية الآن أتكلم بعد مرور 25 دقيقة لم نشاهد الخطورة. هنا لوي العاني يحاول، نعم كانت هناك محاولات لكن لم تكن خطيرة، يعني لا محاولات فريق القرمة خطيرة ولا محاولات فريق النفط خطيرة. كرار عامر خرج بصعوبة بهذه الكرة، تمريرات أبو حشيش إلى يوسف أمور، يضغط على علوان، لكن انجي جويل وابعاد الكرة في اللحظة المناسبة إلى الخارج، إلى رمية جانبية لمصلحة نادي القرمة. لغاية الآن لم نشاهد الخطورة، لم نشاهد المحاولات الخطيرة والمحققة بتسجيل الأهداف. نعم كانت هناك محاولات لكن لم ترتقي إلى فرص محققة للتسجيل. يحاول القرمة تارة وتارة أخرى فريق النفط، ولغاية الآن التعادل السلبي ما بين الفريقين بدون أهداف. خطأ لمصلحة فريق القرمة. كرار عامر على لعب الخطأ، يلعبها قصيرة إلى سعادة، إبراهيم سعادة يدخل أساسيا على حساب علي محسن. هنا أموري فيصل، أموري إلى أبو حشيش إلى إبراهيم سعادة. الثلاثي الأردني متواجد في التشكيلة الأساسية بالنسبة لفريق القرمة، علي علوان وأبو حشيش وإبراهيم سعادة، والثلاثي طبعا دولي. كرة الآن يحاول دوحي، قطعت، عادت لأموري فيصل، لكن هناك خطأ على علي علوان، الواضح على الصورة، خطأ لمصلحة فريق النفط. شاهد اللقطة، من جديد لمصلحة فريق النفط. يحاول الآن عادة مصلحة فريق القرمة، أبو حشيش يحاول الآن فريق القرمة، علي علوان من جديد مصلحة فريق القرمة، يضغط الآن فريق القرمة بحثا عن أول أهداف اللقاء، بحثا عن كرة الهدف الأول، لكن تنظيم دفاعي عالي. هنا وليد كريم كاد أن يخطف الكرة من أمام سجاد، لكن عادت لمصلحة فريق النفط الآن. ستار ياسين تمريره، لكن كرار من جديد لمصلحة فريق القرمة.
جماهير القرمة موجودة بقوة وحاضرة هنا في مدرجات ملعب الجولان من أجل مؤازرة صقور الغربية في هذا اللقاء المهم جدا. أكيد فريق القرمة يعرف تماما أهمية هذا اللقاء، أهمية كل نقطة، أهمية كل انتصار خلال مسيرته في الدوري. رأسية سيف كريم يلعب الكرة العالية من جديد، هنا الإبعاد يحاول إبراهيم سعد الأموري إلى لوي كرار. أيوب مودن يضغط لاعبي نادي النفط، نعم يضغط إلى الأمام، لا يعطون فرصة ومساحة للاعبي فريق القرمة. شاد اضطر لعب الكرة إلى الخارج بسبب الضغط العالي الذي طبعا يفعله فريق النفط. رمية جانبية كرار سالم على لعب الرمية الجانبية. كرار يلعب الكرة، عادت من جديد لكرار، كرة العالية باتجاه وليد كريم، رأسية أيوب مودن، رأسية ستار ياسين، من جديد إلى أيوب، من جديد إلى المغربي إلى أسود الأطلس. أيوب مودن مو يحاول الآن، هنا التمريرة طويلة رأسية، ماذا هناك؟ لا وجود الخطأ، الحكم قريب، يحاول ستار ياسين، وصلت إبراهيم سعادة بحثا عن تمريرة الأمامية، تمريرة أمامية باتجاه علوان، من سعادة إلى علوان، يحاول الآن علي علوان بالقرب منه كرار، يحاول علي علوان مزرعته بالكرة، يلعب الكرة العالية لكن لا وجود للزيادة العددية بالنسبة لفريق القرمة داخل منطقة الجزاء، وبالتالي الكرة طالت وذهبت إلى الخارج، إلى الخارج، الكرة إلى الخارج، إلى الخارج، ركلة مرمى. الآن كرة مشتركة بالسلام لستار ياسين، الحكم قريب يعطي مبدأ الفائدة والادفانتج، يحاول ساميين لعب الكرة في مرة أولى وثانية لكرار إلى محمد عدنان دوحي، دوحي يحاول لكن الكرة طالت إلى الخارج. رمية جانبية، رمية جانبية، 31 دقيقة مرت أحبتي المشاهدين، مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، والتعادل السلبي لغاية الآن. حذار يا كرار، حذار يا كرار. وليد كريم مشاكس، نعم مشاكس، هو حسام جاد الله دائما يبحثون عن خطف الكرات، هذا هو حسام جاد الله، لكن قطعت الكرة وهناك خطأ على حسام جاد الله. واحمد كاظم ينبه حسام جاد الله، خلاص بعد الصفرة يجب ان تترك الكرة يا حسام جاد الله. وشاهد اللقطة والخطأ واضح كان على حسام جاد الله لمصلحة كرار عامر. اللقطة المشتركة ما بين إبراهيم سعادة وستار ياسين، الحكم كان قريب وأعطى مبدأ الفائدة والادفانتج. كرة الآن يحاول تمريرة كرار، رأسية والإبعاد من سيف كريم، ملتزم بالواجبات الدفاعية. سيف كريم لا يتقدم إلى الأمام كثيرا، عكس كرار سالم بالنسبة لفريق النفط دائما ما يتقدم إلى الأمام. أيوب مودن، إبراهيم سعد، أيوب مودن مجددا، كرار عامر، يحاول فريق القرمة هنا أبو حشيش تمرير ليوسف أمورو، لكن ينجي جويل ويوسف أمورو والمحاولة والإبعاد، لكن هناك خطأ على يوسف أمورو. في هذه اللقطة المشتركة ما بين انجي جويل ويوسف أمورو، تلعب الكرة سين علي جولي، أقرب لأيوب مودن لأموري، تبادل بالمراكز بالنسبة لفريق القرمة. دائما ما نشاهد لؤي العاني ومور فيصل ويوسف أمورو وأيضا سجاد جاسم، تبادل بالمراكز. لكن فريق النفط يشاهد منذ دقائق الشوط الأول الأولى
ولغاية الآن يضغط، نعم يضغط على لاعبي فريق القرمة من أجل حرمانهم من المساحة. لكن التمريرة جميلة محمد حميد إلى هلا فوق، هلا إلى لؤي العاني، لؤي العاني يلعب الكرة أمامية، لكن تغطية موجودة وتترك للحارس حسين علي جولي، تترك لحسين علي جولي. تلعب الكرة طويلة، يحاول الآن أبو حشيش، تمريرة وصلت لأموري فيصل، أموري فيصل يحاول المرور، أموري يبحث عن زين التصويب والكرة أبعدت من دفاعاتنا لؤي العاني، تصويب وأيضا اصطدت باللاعب، طبعا اصطدت بأحمد خالد مجددا عاد مصعد فريق القرمة. الخطورة للقرمة، علي علوان بالقرب من إبراهيم سعادة، علي علوان يحاول المرور والتصويب، لكن أبعدت الكرة إلى الخارج. حاول أمور فيصل، هل كان هناك خطأ في هذا اللقطة ما بين محمد سادات وأمور فيصل أم ماذا؟ وشاهد اللقطة، وهل كان هناك خطأ على محمد سادات اللاعب الغاني؟ من جديد مصعد فريق القرمة، تلعب الكرة العالية، هنا الرسيف نينجي جويل، إلى الخارج، كرة الآن لسجاد وهناك خطأ لمصلحة سجاد. شاهد اللقطة وخطأ واضح. خطأ الآن لمصلحة فريق القرمة، وجماهير القرمة تحاول تبقى مؤازرة داعمة وسط الحضور هذا الجماهيري وأيضا الحضور الرسمي في ملعب الجولان الذي يستضيف هذا اللقاء. القرمة الذي طبعا أكيد غياب أيمن حسين مؤثر، لكن موجود علي علوان، يوسف أمورة، أموري فيصل، لؤي العاني. هنا تلعب الكرة من أموري، رأسية يوسف أمورة، كرة عالية والإبعاد ستار ياسين والبحث عن الهجوم المرتد، لكن إبراهيم سعادة موجود في التغطية. عادت مجددا لمصلحة فريق القرمة، كرة العالية والإبعاد من كرار سالم، رأسية ستار إلى سامهين باتجاه حسام جاد الله، يحاول خطف الكرة لكن تعثر حسام جاد الله. ولغاية الآن فريق النفط يقف الند بالند أمام فريق القرمة، يعني فريق القرمة نتكلم عن مرور 37 دقيقة ولم نشاهد خطورة القرمة على مرمى فريق النفط. نعم هناك محاولات لكن لا وجود فرص محققة للتسجيل. هنا أمور فيصل، استلام وانطلاقة، تسليم الكرة لعلي علوان، علي علوان يبحث عن المرور والتمرير على سجاد إلى أمور فيصل مجددا. أمور فيصل حاول المرور، أموري والعرضية والكرة الخطيرة، كرة خطيرة أبعدت وإلى الخارج. شاهد أمور فيصل المرور، تلعب كرة الآن، تلعب الآن الكرة والإبعاد
من جديد. شاهد كرة، كان هناك غفلة من دفاعات فريق النفط، وابعاد الكرة، ابعاد الكرة من جديد. ركنية اللعب من أبو فيصل على القائم الأول، والابعاد من دفاعات نادي النفط. عادت إلى لؤي، تصويبة من لؤي، لكن مرت من لؤي العاني الذي حاول أن يسدد من مسافة بعيدة، لكن التمريرة ذهبت إلى الخارج إلى ركلة مرمى. نعم شاهد، تصويبة من مسافة بعيدة، أيضا بعيدة عن المرمى، وركلة مرمى. يحاول فريق القرمة الآن أن يضغط يعني. شاهد هنا التمريرة، لكن يوسف ومورا كان متقدم بعض الشيء، كان ولم يحسن التعامل مع الكرة، والكرة الآن الخطيرة لمصلحة علي علوان، يا الله، لكن كان متسلل علي علوان في هذه الكرة. علي علوان الذي انفرد، لكن كان متسلل. نعم متسلل واضح، التسلل واضح من هذه الزاوية. علي علوان حاول لعب الكرة من فوق الحارس، لكن أيضا الكرة إلى الخارج. 5 دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول، والتعادل السلبي لغاية الآن ما بين القرمة والنفط ضمن مباريات الدور الثاني من الدوري العراقي موسم 25-26 لدوري نجوم العراق. هنا الرئيسي حسام جاد الله، صعبوا على حسام جاد الله، والكرة تذهب إلى الخارج. ركلة مرمى لمصلحة فريق القرمة. محمد حميد إلى أيوب مودن، يضغط وليد على أيوب، تمريرة أمامية قصيرة قطعت من محمد سادات، تمريرة إلى دوحي، والمتابعة، جول. نادي النفط هو من يتقدم، وعن طريق ستار ياسين الذي تابع الكرة التي ابعدها محمد حميد، وستار ياسين بالمتابعة ويضعها في المرمى، يضع كرة الهدف الأول لمصلحة نادي النفط. نعم في مكان سليم كان ستار ياسين، واكمل الكرة في الشباك بالرغم من محاولة محمد حميد الذي ابعد الكرة، لكن متابعة من اللاعب ستار ياسين ومحمد حميد بالرغم من لمس الكرة، لكن لم تكن اللمسة كافية لإبعاد كرة الهدف الأول لمصلحة نادي النفط. نادي النفط يفاجئ فريق القرمة، يفاجئ صقور الغربية هنا في ملعبهم، في ميدانهم، أمام أنظار الجماهير، بهدف ستار ياسين ورقصة جميلة احتفالا بهذا الهدف، هدف أول لمصلحة فريق النفط في الدقيقة 41 لمصلحة نادي النفط. هنا أبو حشيش يلعب الأموري، مرت على أموري، والإبعاد من أنجي جويل، من جديد لكرار عامر. هل نشاهد عودة سريعة لفريق القرمة؟ هنا ابعاد الكرة من سيف كريم، هدف في وقت صعب جدا من الشوط الأول. نعم صعب جدا، لكن نعم فريق النفط وقف الند بالند خلال دقائق الشوط الأول التي مرت. نتكلم عن مرور 42 دقيقة، لكن فريق النفط كان يعني بصراحة تنظيم دفاعي عالي متماسك، خط وسط، الخطوط متقاربة، لا وجود للمساحات ما بين اللاعبين، وبالتالي نجح الآن بعد طبعا كرة قوية كانت من محمد عدنان دوحي ومحمد حميد، يعني أبعد الكرة، لكن المتابعة كانت من ستار ياسين ووضعها في الشباك بالرغم من محاولة محمد حميد. هدف للنفط عن طريق ستار ياسين الذي يسجل أول أهداف هذا اللقاء، وأيضا الهدف الأول له في الموسم. نفط يزور شباك القرمة. وليد كريم، شاهد وليد كريم متعصب. نعم
لقطة ما بينه وما بين لؤي العاني، كان يطالب بالبطاقة الصفراء. نعم وليد كريم كان يطالب بالبطاقة الصفراء. خطأ الآن لمصلحة فريق النفط. تلعب الكرة إلى كرار سالم، تلعب الكرة العالية هنا الرأسية والإبعاد مجددا لمصلحة فريق النفط. محمد عدنان دوحي الذي كان سببا بالهدف الأول لفريق النفط. هنا التمريرة والمحاولة الآن، لكن أيضا تمريرة قصيرة قطعت. محمد سادات إلى كرار تمريرة، يحاول حسام جاد الله مجددا ستار ياسين، لكن تغطية موجودة من أيوب مودن بعد ارتباك دفاعي ما بين مودن وكرار عامر، والكرة أبعدت إلى الخارج لمصلحة فريق النفط. ندخل الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، كم سوف يضيف الحكم أحمد كاظم على أحداث الشوط الأول؟ محمد حميد دام التوجيه للاعبين والمدافعين. دوحي الى كرار، تلعب عالية من كرار، هنا الرأسية مرت وهلو فوق موجود في التغطية، عادت مجددا الى هلو، لعب الكرة الامامية، هنا رأسية احمد خالد، يحاول وليد كريم، وصلت الى دوحي لكن الابعاد من ابو حشيش، وعادت مجددا لمصلحة سجاد الى امور فيصل. امور يحاول المرور من الاول والثاني، قطعت الكرة لكن هناك خطأ لمصلحة امور فيصل المنتقل من نادي الكهرباء الى نادي القرمة. هذا هو كرار سالم مدافع اليمين، دائم الطلوع الى الامام، دائما التقدم من جهة اليمين من اجل المساندة الهجومية. هنا تمريرة طويلة وعالية من ايوب مودن، احمد خالد والابعاد، اومارو الى اموري، قطعت مجددا، عادت لسادات، عادت الى فريق النفط. محمد عدنان دوحي الى وليد من اللمسة الاولى لستار ياسين، ستار يحاول المرور، ستار الى وليد، يحاول فريق النفط تسجيل هدف ثاني، هل ينجح بتسجيل هدف ثاني؟ دوحي يحاول المرور، محمد عدنان، تمريره الى وليد، وين الكرة العرضية؟ حسام جاد الله، والكرة المشتركة مع محمد حميد، وبطاقة صفراء على حسام جاد الله بعد دخول قوي ومتهور على الحارس محمد حميد. وهنا احمد كاظم يتوجه بالبطاقة الصفراء بعد اللقطة المشتركة، لكن كرة وهجمة منظمة جدا بالنسبة لفريق النفط، لكن حسام جاد الله طالت الكرة عليه، ومن ثم دخول قوي كان على محمد حميد. بالسلامة لمحمد حميد حارس مرمى. شاهد تمريرة جميلة من وليد إلى حسام جاد الله، لكن الاستلام نصف الخطورة في هكذا كرات، في هكذا لحظات، وحسام جاد الله شاهد دخول قوي جدا على قدم الحارس محمد حميد. نعم دخول قوي. هل هناك عودة للفار؟ يعني شاهد الألم الواضح على محمد حميد بعد الدخول المتهور من حسام جاد الله، لاعب الخبرة حسام جاد الله. نادى البطاقة الصفراء، 3 دقائق كوقت مضاف على أحداث الشوط الأول. بالسلامة لمحمد حميد، وأحمد كاظم يطلب من حسام جاد الله أن يهدئ. عادل نعمة وستار ياسين صاحب الهدف الوحيد لغاية الآن. شاهد تصويبة محمد عدنان دوحي، استلم وصوب، ومحمد حميد بعد الكرة، لكن متابعة ممتازة من ستار ياسين الذي نجح بوضع الكرة في شباك محمد حميد، في شباك فريق القرمة. القرمة طبعا هذه المدينة التي كانت تابعة لقضاء الفلوجة. شاهد تصويبة قوية كانت محمد عدنان، ومحمد حميد أبعد الكرة إلى الجانب، لكن من سوء حظه كانت هناك متابعة من قبل اللاعب ستار ياسين. جماهير القرمة ما زالت تؤازر الفريق. نعم هناك التأكد هل فيها طبعا هل اللقطة تستوجب البطاقة الحمراء أم يكتفي أحمد كاظم بالبطاقة الصفراء؟ العلوان يسأله هل هناك عودة للفار
يا سيد الحكم أم ماذا؟ لغاية الآن أحمد كاظم يتكلم. دخول قوي كان نعم من حسام جاد الله. نعم كان هناك نوع من التهور من حسام جاد الله على طبعا على الحارس محمد حميد. وأحمد كاظم لغاية الآن أكيد يريد الاطمئنان على سلامة الحارس محمد حميد. هذا أحمد خلف، وبجانب أحد طبعا الكوادر التدريبية من الجنسية لأحد أعضاء الكادر التدريبي بالنسبة لفريق القرمة من الجنسية الأرجنتينية. هل يعود إلى الفار بنفسه؟ نعم يعود إلى الفار، يعود إلى الفار أحمد كاظم. ووليد كريم يتكلم مع أحمد كاظم. يعود ما زال محمد حميد يتلقى الإسعافات الأولية، ما زال الكادر الطبي يسعف محمد حميد. نشاهد اللقطة والدخول من قبل حسام جاد الله. دخول قوي جدا، دخول قوي جدا من حسام جاد الله. لكن مثل ما ذكرت يعني هذه الحالات هي حالات تقديرية بالنسبة لحكم اللقاء، لكن نعم الدخول موجود، التهور موجود في هذه اللقطة بالنسبة لحسام جاد الله، لكن يبقى الحكم أحمد كاظم هو الذي سوف يأخذ القرار. نعم الدخول موجود على القدم وأيضا التهور موجود، تبقى هي لقطات تقديرية وحالات يبقى هو الحكم يعني صاحب القرار الأول والأخير. لكن دخول قوي جدا بالسلامة لمحمد حميد. أتمنى أن لا يكون هناك كسر أو إصابة على مستوى الركبة. يعني شاهد يا الله يا الله، يعني لقطة مؤلمة جدا لمحمد حميد، مؤلمة جدا لمحمد حميد، ودخول متهور من حسام جاد الله. ولغاية الآن يعني أحمد كاظم ينظر إلى اللقطة من أكثر من زاوية. ما زال أحمد كاظم ما هو قرارك يا أحمد كاظم حكمنا الدولي حول هذه اللقطة؟ لغاية الآن المباراة متوقفة تقريبا 6 دقائق المباراة متوقفة منذ الدقيقة 46 ولغاية الآن نصل إلى الدقيقة 7 من الوقت المضاف والمباراة متوقفة من أجل هذه اللقطة. أحمد كاظم الآن يعود إلى الملعب. ما هو القرار ويطلب يعني يطلب الحكم الرابع وأيضا الحكم أحمد كاظم عودة الكادر التدريبي وأيضا الكابتن مصطفى كريم. هناك بطاقة صفراء على مصطفى كريم المستشار الفني للكادر التدريبي لنادي القرمة. الهدوء يا شباب بالنسبة للاعبين الكادر التدريبي. وماذا هناك؟ تلغى البطاقة الصفراء وبالتالي بطاقة حمراء مباشرة. بطاقة حمراء على حسام جاد الله، بطاقة حمراء وحسام جاد الله يستقبلها بروح رياضية كبيرة جدا. نعم شاهد الحسرة، شاهد ردة الفعل. لا دموعك غالية يا حسام يا جاد الله، لكن خلاص أنت رجل يا حسام لا داعي للبكاء. أنت طبعا ليس أنت أول واحد تطرد ولا آخر واحد، لكن صعب جدا أن نشاهد رجل وخاصة يعني حسام جاد الله من اللاعبين أصحاب الشخصيات القوية أن تذرف الدموع. لا صعبة جدا، لكن خلاص أنت دخلت متهور وبالتالي الحكم وجدها بطاقة حمراء مستحقة على حسام جاد الله، وبالتالي فريق النفط سوف يلعب منقوص العدد لشوط طبعا لشوط كامل. مع كم دقيقة سوف تضاف يعني لغاية الآن شاهد حسام جاد الله والدموع. لا يا حسام نعم أكيد حاسيس مشاعر، وبالتالي صعب جدا. الكل يهدأ أكيد. يعني هذا الحرص على الفريق
وبالتالي يعرف تماما أنه أخطأ بالدخول، وبالتالي خلاص البطاقة الحمراء على حسام جاد الله. فريق النفط يلعب من قص العدد، دخلنا الدقيقة الرابعة، الدقيقة التاسعة من الوقت المضاف. الفريق القرمة هل يعدل قبل الذهاب إلى غرف تبديل الملابس، قبل الذهاب إلى الاستراحة؟ هل تكون نقطة التحول لمصلحة فريق القرمة هذه الحالة، حالة الطرد البطاقة الحمراء؟ أمور فيصل يحاول لكن يضغط لاعبي فريق النفط. هنا التمريرة الجميلة من أموري، لكن أحمد خالد قطع الكرة. يحاول سجاد جاسم، وصلت إلى هلا وفوق. تمريرة أمورو يحاول الآن علي علوان يحاول المرور، لكن قطعت الكرة. وتمريرة أمامية من سامي لمن لا وجود لأي لاعب لفريق النفط. مجددا فريق القرمة يضغط بقوة. القرمة أموري فيصل، أموري يبحث عن من؟ يبحث على أبو حشيش مع الكرة إلى لؤي العاني مجددا. والدقيقة 10 الآن من الوقت المضاف. نعم المباراة توقفت كثيرا في لقطة الطرد لحسام جاد الله. كرة الآن يحاول علي علوان تمريرة، لكن هناك خطأ على سجاد جاسم بإشارة من الحكم أحمد كاظم. شاهد هناك شد وجذب ما بين علي علوان وأيضا أحمد خالد. خطأ الآن لمصلحة فريق النفط. حاول لاعبي فريق النفط تهدئة الأمور، كسب بعض الثواني من أجل الذهاب إلى الاستراحة وهم متقدمين بهدف ستار ياسين الذي سجله في الدقيقة 41. وهنا صفرة الحكم أحمد كاظم ينهي أحداث الشوط الأول بتقدم فريق النفط بهدف ستار ياسين في الدقيقة 41. وأيضا شهد هذا الشوط حالة طرد على حسام جاد الله في الوقت المضاف بعد التدخل بتهور على الحارس محمد حميد. أحبة المشاهدين استراحة قصيرة ونعود إليكم مجددا، لا تذهبوا بعيد.
لا والله. يلا اسرع شوفوا ماشي. يلا ما شاء الله. أعزائي متابعي ومشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، نحييكم مجددا وأحداث الشوط الثاني ما بين ناديي القرمة والنفط بعدما تركنا الشوط الأول مثير، وخاصة في دقائقه الأخيرة. نتكلم عن دقيقة 40 شاهدنا هدف لستار ياسين بمرمى القرمة في الدقيقة 41، وأيضا هدف حالة طرد على فريق النفط حسام جاد الله بعد دخول قوي جدا كان على محمد حميد، وبالتالي تلقى البطاقة الحمراء بعد العودة إلى الفار. الآن الشوط الثاني نشاهد تبديلات مبكرة للسيد أحمد خلف مدرب نادي القرمة، دخول أحمد مكنزي وعمروش عمر عبد مشباس اللاعب المهاجم. الآن بداية الشوط الثاني، كيف سوف يتعامل المدرب عادل نعمة خلال مجريات الشوط الثاني، وخاصة ويلعب من قوس العدد. هنا تمريرة طويلة باتجاه عمروش وكرر سالم، والمحاولة الآن ماكنزي تلعب الكرة العرضية والابعاد من جولي والمتابعة من علوان. الله الله الله، الابعاد من جولي، الابعاد من حسين علي جولي. ستار ياسين تمريرة الى سمهين، شوط ثاني يبدأ ناري، يبدأ مولع، خاصة من فريق القرمة يريد أن يسجل هدف التعادل. هنا هدف فوق يحاول، لكن الابعاد إلى رمية جانبية. ماكنزي هل دخل بديلا لمحمد أبو حشيش؟ أحمد ماكنزي تلعب الرمية الجانبية، وهنا المحاولة والابعاد من كرار، رأسية من جديد، ابعاد الكرات. وليد كريم يحاول، وليد نعم، خروج طبعا
أحمد طبعا سجاد، خروج سجاد، وكذلك كرار. هنا المحاولة من ماكنزي والعرضية والإبعاد من كرار، الإبعاد من كرار. اعطونا بعض الثواني القرمة من أجل إعطاء التشكيلة والتغييرات التي طرأت بدخول عمروش، وهذا الماكنزي الذي ولع الجهة اليسار بالنسبة لفريق القرمة. ركنية الآن لمصلحة فريق القرمة الباحث عن التعديل. ماكنزي يلعب الركنية، هنا الإبعاد عادة بالمتابعة، المتابعة لوي العاني يلعب الكرة العالية وخروج جولي، حذر من الأخطاء يا حسين علي. تركت لمحمد سادات، تمرير أمامية بوجه القدم لدوحي. محمد عدنان السريع، محمد عدنان الخطير، يحاول محمد عدنان أن يمر، يبحث عن تمريرة ورأسية والإبعاد، رأسية والإبعاد من سعادة. عادة لأموري فيصل، من جديد لأموري فيصل، والتمريرة يحاول أموري فيصل يحتفظ بالكرة كثيرا، يمرر الكرة إلى الخلف إلى موجود اللاعب كرار عامر، وأيضا أيوب مودن ومحمد أبو حشيش أيضا متواجدين. أموري فيصل يلعب الكرة، أموري تمريرة عمروش إلى ماكنزي، ماكنزي صوب، يا الله كيف لم تدخل هذه الكرة، كيف لم تدخل هذه الكرة. كرة ماكنزي مر وانطلق وعدى. اي بديل ماكنزي، اي بديل هذا الأحمد الذي كان مصدر الخطورة في مرة أولى وثانية وثالثة، كادت أن تكون الثالثة ثابتة. هل لمسها جولي، هل لمسها حسين علي، شو الله، نعم لمسها، نعم لمسها بأطراف الأصابع. لا يصدق هذا الصغير، كيف لم تدخل هذه الكرة؟ نعم أنا مثلك يا صغيري، كيف لم تدخل؟ وهنا جولي وعلوان كاد أن يسجل أي ماكنة هجومية لفريق القرمة في الشوط الثاني. لم نشاهد هذا الهجوم في الشوط الأول بالنسبة للقرمة، لكن شاهدناه في الدقائق الثلاثة الأولى من الشوط الثاني. وما زال فريق النفط صامد أمام هذه الماكينة الهجومية، أمام هذا المد الهجومي لفريق القرمة. سعادة تمريرة إلى هلفوق يحاول المرور، تمريرة مرة أخرى لعلوان، علوان يلعب الكرة العرضية وابعدت. طبعا تكلم عن تشكيلة نادي القرمة الآن، التشكيلة محمد حميد، وهنا خطأ ورمية جانبية، لا خطأ حسب إشارة الحكم. كرار عبد الكريم، محمد حميد في حراسة المرمى، هلا فوق أيوب مودن، كرار عامر، محمد أبو حشيش، أحمد ماكنزي، إبراهيم سعادة، أمور فيصل ويلعاني وعلي علوان. دخول اللاعبان تكلم عن أحمد ماكنزي، وكذلك اللاعب عمر عبد مشباس بدلاء ليوسف أمارة وسجاد جاسم. هذه بالنسبة لتبديلات السيد أحمد خلف. هنا خطأ الآن لمصلحة فريق القرمة الذي يضغط بقوة تلعب الآن الرأسية، وجولي وأيضا الإبعاد، سيان علي جولي يتألق وابعد الكرة، كرة خطيرة أخرى لمصلحة فريق القرمة. كم سوف يصمد فريق النفط أمام هذه الهجمات الخطيرة، أمام هذه المحاولات المستمرة. هنا المحاولة أخرى تلعب الكرة، أنجي جوال كيف أبعدها من أمام مشباس، كرة ما زالت. هنا أموري أيضا قطعت وابعدت، صمود دفاعي مع حارس المرمى، وكذلك ضغط هجومي لمصلحة فريق القرمة. أي ضغط للقرمة، أي هجوم للقرمة في الشوط الثاني، كأنه فريق ثاني. القرماوي يعلن التحدي في الشوط الثاني من أجل العودة في هذا اللقاء، لكن ما زال يصطدم بدفاع قوي ومن خلفه حارس مرمى يقظ جدا لجميع المحاولات.
وجماهير القرمة تحاول المؤازرة، تحاول أن تشد من أزر اللاعبين من أجل مواصلة هذا الهجوم. يبقى السؤال: كم سوف يصمد فريق النفط أمام هذه الهجمات المتتالية؟ هنا علوان، لكن علوان لم ينجح، والكرة إلى الخارج إلى ركلة مرمى بعد كرة مشتركة ما بين جوال وعلوان، وأحمد خلف يترقب وينظر. شاهد علوان أيضا الاستلام لم يكن بالصورة الصحيحة، وضغط كبير كان من جوال، والكرة ذهبت إلى الخارج إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى. شاهد اللقطة، يا الله يا أنجي جوال من أمام عمروش المنتقل من نادي الجولان. شاهد الكرة العرضية كانت من أبو حشيش، لكن شاهد أنجي جوال انقض على الكرة. لا وجود للخطأ في هذه اللقطة. حاول عبد مجباس لكن جوال أبعدها. ماذا هناك؟ هل كانت هناك بطاقة صفراء؟ هل كانت هناك بطاقة صفراء أم ماذا؟ هذا هو علي علوان هاجم الأردني، يعول عليه كثيرا هذا الجمهور. نعم، جمهور القرمة يعول كثيرا على علي علوان بغياب أيمن حسين، غياب بسبب الإصابة. هذا هو أنجي جويل يقدم مباراة كبيرة على المستوى الدفاعي. حسين علي جولي أيضا أنقذ أكثر من كرة خلال الشوط الثاني. تلعب الكرة العالية الطويلة، هنا الرأسية والمحاولة من وليد كريم، قطعت، عادت سريعا لمصلحة فريق القرمة. سيطرة كبيرة أو أشبه بالمطلقة لمصلحة فريق القرمة خلال الدقائق الثمان التي مرت من الشوط الثاني. لؤي العاني يلعب الكرة العالية لكن ابعاد من ساميين، متراجع للخلف، قطعت سريعا وعادت لمصلحة القرمة، لمصلحة الصقور الذين يريدون التحليق في الشوط الثاني عبر الوصول إلى شباك الفريق النفطاوي. هنا الكرة الآن من مكنزي الكرة العالية، هنا الرأسية والإبعاد من أحمد خالد، وهناك خطأ على من؟ على عمروش. عمر عبد مجباس لاعب منتخبنا الأولمبي، أيضا لاعب مهم جدا، شاهدناه تألق بصورة كبيرة في مباريات الدوري الدرجة الممتازة سواء في الموسم الماضي أو قبل الماضي، وفي هذا الموسم الآن مع نادي القرمة. اللقطة، نعم، الخطأ على عمر، على عمروش. مكنزي حاول بالكرات، يعني فعالية هجومية كبيرة من مكنزي في جهة اليسار خلال أحداث الشوط الثاني بعد دخوله. يعني شاهدنا دائما ما يكون متواجد في الجبهة اليسارية على المستوى الهجومي لمصلحة فريق القرمة. مباراة كبيرة طبعا لغاية الآن، يعني بعد مرور 14 مباراة لغاية الآن التعادل، نتيجة التعادل لم تحضر في مباراته، لو أبيض لو أسود، ماكو تعادل، فريق فاز وفريق خاسر. أيوب مودن يمكن في هذا اللقاء هل نشاهد التعادل الأول أم هناك فوز للنفط الأقرب أو القرمة الذي يريد أن يعود مجددا؟ تمريرة من إبراهيم سعادة إلى عبد مجباس، عمروش، لكن قطعت الكرة مجددا. يحاول ماكنزي أن يمر من أمام محمد سادات، خطأ لمصلحة فريق القرمة. ومحمد عدنان دوحي يقول لا وجود الخطأ يا سيد الحكم، وسادات أيضا، لكن خلاص أحمد كاظم قريب جدا على اللقطة، وبالتالي خطأ لمصلحة فريق النفط. هذا هو أحمد ماكنزي. نعم خطأ واضح على محمد سادات، دخول على القدم. أمور فيصل أم لؤي العاني، من سوف يصوب؟ أم ماكنزي؟ أكثر من لاعب يمتاز بالكرات الثابتة بالنسبة لفريق القرمة. أمور فيصل، هنا تبديل، دخول جميل اليحمدي اللاعب العماني، جميل اليحمدي بديلا لهلا وفاق، أيضا لاعب إضافة بالنسبة لفريق القرمة. أمور فيصل، تصويبة أمور فيصل اصطدت بالجدار، عادت مصلحة فريق القرمة بالسلامة لفريق النفط، للاعب فريق النفط. وأحمد كاظم يطالب بالاستمرارية، لاعب ساقط على أرضية الملعب يا سيد الحكم، وابعاد الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة فريق القرمة الذي يضغط بقوة. بالسلامة لوليد كريم الكابتن والقائد،
بالسلامة، ويطلب من الكادر الطبي أن يدخل. شاهد تصويبة تمور فيصل التي اصطدت بوليد كريم الكابتن. استلم الوليد كريم، جميل يحمدي اللاعب العماني 28 عام، يلعب في مركز الجناح الايمن، واللاعب قادم نادي الشباب العماني، وايضا طبعا ايضا لاعب النادي السيب العماني، وكذلك احترف في فتره من الفترات في الدوري القطري مع الوكره والشحانيه. والان يدخل الان بديلا لهاله وفاق. رمية جانبية، أبو حشيش على تنفيذ الرمية الجانبية. أبو حشيش يلعب رمية جانبية، مصلحة فريق القرمة. ماكنزي يلعب الكرة العرضية، هون الرأسية مرت وعدت، وصلت لمحمد سادات، البحث عن الهجوم المرتد، تمريرة أمامية، أقرب لها كرار عامر، يلعبها لمحمد حميد. محمد حميد تمريرة وصلت إلى جميل اليحمدي، إلى أيوب مودن لمصلحة فريق القرمة. 3 تبديلات لغاية الآن للسيد أحمد خلف، يبحث عن طبعا في تبديلاته، يبحث عن الحلول الهجومية. نعم، هو وصل إلى مرمى فريق النفط في الشوط الثاني، لكن اصطدم بدفاعات، أيضا دفاعات يقظة، وحارس مرمى تألق. كرة الآن لمحمد دوحي، محمد عدنان يلعبها، محمد عدنان عالية لستار ياسين، لكن تغطية موجودة من إبراهيم سعادة، لاعب الارتكاز إبراهيم سعادة، والتغطية موجودة. وصلت الآن إلى أمور فيصل يحاول الآن، وهنا التمريرة الطويلة وصلت إلى جميل اليحمدي، طالت على اليحمدي إلى الخارج. هذا هو اللاعب العماني، لاعب المنتخب العماني، يعني فريق القرمة لاعبيه المحترفين جميعهم لاعبين دوليين، يعني الثلاثي الأردني إبراهيم سعادة وعلي علوان ومحمد أبو حشيش، ثلاثتهم يلعبون مع المنتخب الأردني، سوف يتواجدون في بطولة كأس العالم 2026 هناك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وأيضا جميل اليحمدي لاعب المنتخب العماني، ويوسف أومورو لاعب منتخب النيجر. فقط أيوب مودن طبعا لم يلعب للمنتخب المغربي. محمد حميد أمامية، محمد حميد إلى ماكنزي تمريرة إلى عمروش بالقرب من نانجي جويل، عمروش وسباق السرعة، لكن قطعت من نانجي جويل، قطعت من الكاميروني. تمريرة الآن يحاول فريق النفط يعتمد على الكرات المرتدة. محمد عدنان تمريرة طويلة باتجاه ستار ياسين صاحب الهدف الوحيد لغاية الآن، وهنا الراسية وليد كريم الذي حاول أن يضع كرة الهدف الثاني، لكن لم يحسن التعامل. شاهد ستار ياسين لعبها من الوان تاتش من اللمسة الأولى، لكن وليد كريم شاهد كان بالإمكان أن يتعامل مع الكرة. يعني هكذا كرات لا تأتيك كثيرا في هكذا ظروف من المباريات يا وليد كريم، أخشى أن تندم عليها يا وليد في نهاية هذا اللقاء، كون هذه الكرة كان بالإمكان أن تخلص فيها اللقاء، تخلص فيها المباراة بهدف ثاني، لكن الكرة ضاعت وذهبت إلى الخارج. وهناك أحد لاعبي فريق القرمة سقط على أرضية الملعب، أيوب مودن، هل يستطيع إكمال اللقاء؟ نعم. أنا شاهد رأسية. حذار يا وليد أن تندم على هذه الفرصة، حذار يا وليد كريم أن تندم عليه في نهاية هذا اللقاء. نعم، هكذا كرات صعب جدا أن تأتيك في هكذا ظروف، وخاصة فريق النفط يلعب منقوص العدد بعدما طرد في الوقت المضاف اللاعب حسام جاد الله.
الكرة الآن لمصلحة فريق القرمة. كرار عامر، تمريرة أمامية قطعت من أحمد خالد. أحمد خالد يحاول لعب الكرة الأمامية لكن أيضا اصطدت بلؤي العاني وإلى الخارج، إلى الخارج من لؤي العاني. رمية جانبية تلعب، رمية جانبية قطعت عادت مصلحة فريق القرمة. حاول السلامة لمحمد عدنان، تمريرة طويلة لكن أقرب حسين علي جولي، أقرب حسين علي جولي. حلو جميل يا أحمدي، حاول اللحاق بالكرة لكن كان حسين علي جولي أقرب. ستار ياسين، وبعد الكرة للخارج ستار ياسين. هناك لاعب سقط على أرضية الملعب، محمد عدنان دوحي يعاني من إصابة. دوحي الذي كان سببا في الهدف الأول، شاهد اللقطة. نعم كان هناك احتكاك ما بين إبراهيم سعادة ومحمد عدنان. دوحي لعب على الكرة وأيضا لمس قدم محمد عدنان والحكم لم يحتسب خطأ. بالسلامة لمحمد عدنان. أقل من نصف ساعة على نهاية أحداث هذا اللقاء، وما زال تقدم فريق النفط منذ الدقيقة 41. جماهير القرمة حاضرة بمختلف، نعم مختلف الأعمار، بنات شباب رجال، عوائلنا الكريمة صغار. شاهدنا المخرج يأخذ بعض اللقطات. الآن أيضا تبديل بالنسبة لفريق القرمة. شاهد جيفرسون دوس سانتوس المدافع البرازيلي الذي يجدد لموسم آخر مع فريق القرمة، هل يدخل بديلا لأيوب مودن اللاعب المغربي؟ على ما يبدو لا يستطيع إكمال هذا اللقاء، وبالتالي تبديل رابع. نعم جيفرسون دوس سانتوس المدافع البرازيلي بديل لأيوب مودن. فريق القرمة يمتلك دكة بدلاء قوية جدا. ماكنزي مع الكرة، يحاول أحمد ماكنزي إلى أموري فيصل. أموري على علوان يبحثون عن طريق الوصول إلى الشباك. فريق القرمة هل ينجحون بالوصول إلى شباك فريق النفط؟ هنا التمريرة يحاول إبراهيم سعادة، مر إبراهيم سعادة، جول! لكن راية الحكم، راية الحكم توقف فرحة جماهير القرمة، توقف فرحة صقور الغربية ومصطفى كريم وبقية الرفاق. شاهد التمريرة. لا وين بالتسلل واضح. نعم في الأوفسايد يا إبراهيم سعادة، واضحة تماما اللقطة. نعم واضحة تماما، وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة لمصلحة فريق النفط. تلعب الكرة طويلة من حسين علي إلى الخارج، إلى رمية جانبية لمصلحة فريق القرمة. أبو حشيش إلى جيفرسون دوس سانتوس المدافع البرازيلي، دخل بديل أيوب مودن المغربي. وما زال فريق القرمة يبحث عن الهدف الأول، يبحث عن التعديل من أجل أن يعود المباراة، لكن هو يلعب أمام فريق منظم تكتيكيا، منظم دفاعيا. فريق القرمة في 10 دقائق له الشوط الثاني كاد أن يسجل هدف التعديل، لكن اصطدم بالحارس سين علي جولي في مرة، ومرة أخرى اصطدم بدفاعات قوية متماسكة. حاول استلام الكرة بطريقة فنية اللاعب محمد عدنان دوحي،
لكن ابعدها ابو حشيش الى الخارج الى رمية جانبية. هذا هو محمد ابو حشيش القادم من نادي زاخو، القادم من ابناء الخابور، ايضا ابعدها مرة اخرى الى رمية جانبية اخرى لمصلحة فريق النفط الذي يحاول كسب بعض الثواني، كسب بعض الدقائق من اجل تهدئة رتم اللقاء، من اجل ابعاد الخطر حتى لو بشكل مؤقت عن مرماه. هنا وليد كريم، مرت على وليد الذي يطالب بركنية. لا داعي للاعتراض بهذه العصبية وليد كريم، ولا تحصلت على البطاقة الصفراء يا وليد كريم. شاهد اللقطة، هل كانت؟ نعم ركنية، لمسها جيفرسون، لمسها جيفرسون البرازيلي، نعم ركنية في هذه اللقطة. نعم اعتراض كان مبالغ به، لكن نعم كانت هي ركنية. الآن خطورة لمصلحة فريق النفط، وليد كريم يحاول المرور من أمام أبو حشيش، قوي أبو حشيش، صعب أبو حشيش، لكن مرة ستار ياسين إلى محمد سادات. ستار ياسين من جديد يحاول فريق النفط أن يحتفظ بالكرة لثواني لدقائق من أجل البحث عن هدف ثاني. سامهين يصوب، اصطدت، عادت لمصلحة فريق القرمة، وصلت لأموري فيصل. أموري فيصل مع الكرة، أمور تغيير اللعب هناك في جهة اليسار باتجاه علي علوان. علي علوان استلم الكرة، يضغط عليه محمد عدنان، وعلي علوان كان بالتسلل، تسلل آخر على فريق القرمة بإشارة الحكم المساعد الأول كرار عبد الكريم. هذا أنجي جويل. شاهد، نعم أيضا كان متقدم علي علوان. فريق النفط يطبق دفاع الخط بصورة دقيقة جدا، لكن هذا الدفاع سلاح ذو حدين، أما أو. لكن الآن الأما مع هجمة، يحاول الآن علي علوان، لكن أيضا أنجي جويل، والمساندة تأتي من كرار سالم إبعاد الكرة. وصلت الأدوحي، يحاول أنجي جويل تمريرة، قطعت، عادت من جديد. وليد كريم يحاول امام جيفرسون الى لوي العاني، وصلت في وسط الملعب ابو حشيش. سعاده، من ياتي بالسعاده لهذا الجمهور. هنا التمريره، جميل اليحمدي يحاول استلام الكره وتهيئه الكره، تصويبه واصطدت، واليحمدي يحاول، لكن ايضا هناك رايه، هناك رايه مره اخرى من كرار عبد الكريم. ايضا يرفع الرايه مره اخرى بعدما كان متسلل جميل اليحمدي الذي هيأ الكره لأموري. وشاهد احمد خلف ووسام طالب يتناقشان ويتكلمان عن ما هو قادم في هذا اللقاء الذي فيه صعوبة كبيرة على فريق القرمة منذ البداية. قلت ان فريق القرمة يلعب امام فريق صعب وصعب جدا، يمتلك خبرات هكذا مباريات سبق وفاز على فريق القرمة في ملعب الرمادي، والآن هو في ملعب الجولان يتقدم على القرمة بهدف ستار ياسين الذي يلعب الكرة الرأسية، لكن تغطية موجودة. عادت إلى السعادة، إبراهيم الأموري من جديد إلى أبو حشيش. القرمة يحاول بالنقلات والتمريرات السريعة للأمام. هنا التمريرة مشباص صعبة، تحتاج أن تكون إلى يوسم بولت يا عمر عبد مشباس حتى تستلم هذه الكرة، صعبة كانت. وبالسلام الحسين علي جولي الذي يعاني من إصابة على مستوى الرأس بعد الكرة المشتركة مع الكاميروني أنجي جويل. شاهد اللقطة وشاهد الاصطدام بين حسين علي جولي وأنجي جويل، نعم على مستوى الركبة، على مستوى الركبة والرأس حسين علي جولي. شاهد اللقطة، بالسلامة لحسين علي جولي. ينهض بالسلامة حسين علي جولي، اسقاط كرة في مصلحة فريق القرمة. كرة عالية، جيفرسون بالرأس من جيفرسون، وليد كريم
إلى سيف، إلى ستار ياسين. ستار مع الكرة أمامية باتجاه محمد عدنان، لكن أقرب لمحمد حميد، أقرب لمحمد حميد. تمريرة إلى محمد أبو حشيش. جيفرسون. فريق النفط ولا تشعر تماما بأنه منقوص العدد. نعم، فريق النفط منقوص العدد من اللعب، لكن يعني خلال الدقائق التي مرت من أحداث الشوط الثاني يعني ولا تشعر فريق النفط أنه منقوص العدد. هنا وليد كريم، وليد يحاول المرور، 1 على 3 بالقرب من ستار ياسين. سقط وليد كريم، تعثر وليد كريم، لكن ما زال متقدم فريق النفط. والتمريرة هنا الأمامية رأسية الإبعاد من أحمد خالد، وصلت إلى سامي، إلى كرار سالم، يضغط له العاني. كرار أمامية أقرب إلى أبو حشيش، أقرب لمصلحة فريق القرمة. جيفرسون دوس سانتوس تغيير اللعب تماما إلى من؟ إلى الخارج، إلى رمية جانبية. يعني نشاهد بعض العشوائية في أداء فريق القرمة في الدقائق الأخيرة. يعني دائما ما نشاهد الكرات الطويلة التي تلعب إلى الخارج، وبالتالي هنا تبديل لوليد كريم، تبديل أول تبديلات الكابتن عادل نعمة، 55 سنة كابتن عادل نعمة، قاد الفريق في الموسم الماضي 40 مباراة محققة، 16 انتصار 15 تعادل و9 هزائم. تبديل دخول اللاعب أوغستين كوي النيجيري بديل لوليد كريم. أوغستين كوي اللاعب النيجيري مثل نادي هانوي الفيتنامي، يدخل الآن. كان أساسيا أوغستين، وضع على الصورة في المباراة الأولى أمام فريق القاسم. وليد كريم المهاجم المشاكس يحاول المرور، لكن تعثر في هذه اللقطة. أكيد 3 لاعبين كانوا قريبين عليه، جيفرسون وأبو حشيش، وأيضا اللاعب كرار عامر. سيف كريم على لعب الرمية الجانبية إلى ستار ياسين، أقرب لجيفرسون. جيفرسون إلى محمد حميد. حذاري يا محمد حميد، ماذا تفعل؟ هنا ستار ياسين والإبعاد من جديد مصلحة فريق النفط. سامي، تصويبة ضعيفة ودوحي، ستندمون يا فريق النفط على ضاعة هذه الكرة. نعم، حذاري من الندم على هذه الكرة التي ضيعتها يا فريق النفط. كرة كادت أن تخلص المباراة بالنسبة لفريق النفط، أي كرة ضاعت على لاعبي فريق النفط في مرة أولى وثانية. والآن أحمد مكنزي يحاول المرور من أمام كرار بالقرب من ساميين. مكنزي يحاول المرور، لكن ينجي جوال وابعاد الكرة. أي هجمة ضاعت على فريق النفط. محمد حميد لعب بالنار في هذه الكرة، وكاد يستر ياسين في مرة أولى، أبعدها المدافع، وفي مرة ثانية دوحي، لكن أبعدها محمد حميد. هل تندمون عليها يا فريق النفط على ضاعة هذه الكرة، على ضاعة هذه الهجمة في الربع ساعة الأخيرة؟ هنا علي علوان، يا الله، أي كرة مرت وعدت. إبراهيم سعادة يحاول المرور والإبعاد. الشوط الثاني شوط الهجمات الضائعة، أي كرة ضاعت على فريق القرمة. كاد عمروش أن يسجل هدف التعادل، لكن مرت الركنية السادسة لمصلحة فريق القرمة. ركنية الآن تلعب من أموري، كرة العالية هنا الراسية والإبعاد، يضغط القرماوي على فريق النفطاوي. ركنية أخرى بعد الإبعاد من جوال وابعاد الكرة إلى الخارج. ركنية في الجهة الأخرى، وجولي يوجه جوال ويوجهين، وبقية الرفاق يبحث
فريق القرمة عن التعديل، يضغط بقوة في هذه الدقائق. تلعب الآن ركنية أرضية، هنا الإبعاد من سامهين، يحاول اليحمدي مع الكرة اليحمدي إلى مكنزي، مكنزي الكرة العالية، هنا الرأسية الإبعاد من أحمد خالد، سعادة الأموري، أمور والتمريرة والكرة أبو حشيش. يا الله ماذا ضيعت أيها الأردني، ماذا أهدرت أيها النجمي. كرة التعديل ضاعت بصورة غريبة، كرة أخرى ضائعة على فريق القرمة. شاهد أموري لا وجود للتسلل، وأبو حشيش لعب الكرة مرت بجانب القائم الايسر لحسين علي جولي. يا الله على الكرات الضائعة، على الكرات التي مرت. نشاد محمد حميد لعب بالنور القائد، حاول الستيرسي في مرة أولى، وفي مرة ثانية حاول الساميين وعادت إلى دوحي، لكن محمد حميد أبعدها. هنا شوت تمريرة لعمروش، ماذا وكيف مرت يا عمروش هذه الكرة؟ فريق القرمة ما زال يحاول ويبحث عن التعديل، يبحث عن هدف التعادل. كرة أخرى، تبديل الآن، دخول علي محسن بديلا للاعب إبراهيم سعادة، خامس تبديل. هذا هو علي محسن بمركز القادم من نادي الزوراء. يلعب مكنزي إلى أبو حشيش، أبو حشيش ركلة جزاء، ومحمد سادات واحمد خالد يتكلمان مع الحكم، وفرحة كبيرة في مدرجات ملعب الجولان. نعم اي كرة، وابو حشيش الذي استلم كرة جميلة من مكنزي ولعب الكرة على ما يبدو. هناك لمسة يد، هل هناك عودة للفار؟ استلم ابو حشيش، لعبها ابو حشيش، والكرة بيد انجي جويل، وكانت اليد لا اليد مرفوعة، والوضع التشريحي غير طبيعي بالمرة لليد انجي جويل. نعم اليد مرفوعة، وبالتالي لمسة يد واضحة وفيها تعمد من الكاميروني انجي جويل. هل هناك عودة للفار؟ وابو حشيش وعمر عمروش. نعم اليد كانت مرفوعة من انجي جويل، وبالتالي يعني حالة التعمد موجودة في هذا اللقطة. نتكلم عن الوضع التشريحي لليد، تكون ملتصقة مع الجسم أو قريبة على الجسم، لكن في هذا اللقطة يعني اليد مرفوعة تماما. نعم اليد مرفوعة تماما، وبالتالي يعني من وجهة نظر شخصية بأنها ركلة جزاء. وأيضا الحكم الدول أحمد كاظم لم يتوانى بإطلاق صافرته والإشارة إلى علامة الجزاء. أحمد كاظم يتكلم مع اللاعبين والهدوء، وأيضا يتكلم مع الفار. هل هناك؟ نعم يتأكد من حالة الأوفسايد. هل كان محمد أبو حشيش هل كان متسللا في هذه اللقطة؟ هل كان متسللا في الكرة؟ الكل تنتظر، الكل تترقب. نعم اللقطة هي هناك لقطة فيها، هل كان فيها تسلل على محمد أبو حشيش؟ وأيضا ركلة الجزاء. على ما يبدو الآن التأكد من هل هناك تسلل أو كان في موقف سليم. نعم لقطة مركبة، الكل تنتظر، الكل تترقب. سامهين وأيضا أنجي جويل وبقية اللاعبين. ماذا هناك يا سيد الحكم؟ هل سوف تذهب إلى الفار أم ماذا؟ هل هناك راية وتسلل أم ماذا هناك؟ يعني اليوم الفار
يعني يتأخر نوعا ما عند العودة إلى الفار. لا وجود للتسلل وبالتالي ركلة جزاء. نعم ركلة جزاء لمصلحة فريق القرمة. الآن القرمة من أجل التعديل في الدقائق الأخيرة أتكلم عن 10 دقائق أخيرة وأقل من 10 دقائق. علي علوان من أجل الهدف الأول في دوري نجوم العراق. حسين علي جولي يحاول التأثير على الأردني. جولي هل يتألق أم علي علوان يبصم بصمته الأولى في دوري نجوم العراق؟ المهاجم الأردني النشمي مع الصقور من أجل التعديل أم هناك كلام آخر لجولي؟ علي علوان من أجل التعادل وجولي من أجل الحفاظ على نظام الشباك. علي علوان جول للقرمة عن طريق الأردني. علي علوان يسجل هدف التعادل في الدقيقة 82. تعلن التعديل لمصلحة صقور الغربية، لمصلحة القرماوي الذي نعم خلفه آلاف مؤلفة من الجماهير هنا في ملعب هذا اللقاء وخلف الشاشات. علي علوان نعم هذه اللقطة هل كان متسلل أم لا؟ لم يكن متسلل. أنجي جوال كان مغطي وأنجي جوال يتسبب بالمحظور. نعم رفع اليد بصورة واضحة وعلوان يترجم هذه الركلة إلى هدف التعادل وهدفه الأول في دوري نجوم العراق. نعم مع صقور الغربية مع فريق القرمة. التعادل الآن هل هناك ريمونتادا أم يبقى تعادل ويكون التعادل الأول في دورنا؟ أربيل يتقدم على الميناء ب3 أهداف مقابل هدف واحد وخلاص 90 دقيقة انتهت. نلعب في الوقت الضائع بالنسبة لفريق لمباراة الميناء وأربيل. القرمة هل يعود من بعيد ويعمل الريمونتادا، يعمل الكومباك، يعمل بعودة ويتقدم على فريق النفط. هنا التمريرة عمروش يحاول تمريرة لعمروش. أمور فيصل لعب الكرة وكان هناك تسلل. نعم تسلل على أمور فيصل. شاهد ردة فعل الجماهير على الحكم المساعد كرار عبد الكريم. نعم كرار عبد الكريم ما شاء الله عين الصقر كرار عبد الكريم في كل لقطة كان هو متأكد منها ويرفع الراية. نعم ممتاز 10/10 للحكم المساعد الأول في الشوط الثاني. ستار ياسين إلى من؟ إلى أوغستين كوي يلعب الكرة أمامية من سيف كريم أقرب لمحمد حميد. جيفرسون دوس سانتوس إلى أمور فيصل إلى ماكنزي عمل إضافة كبيرة على المستوى الهجومي في الشوط الثاني. ماكنزي تمريرة جميلة كانت لأبو حشيش الذي تحصل على ركلة الجزاء. هنا التمريرة لكن ابعد من سيف كريم. يحاول الآن عمروش قطع الكرة عادت للقرمة سريعا. أيضا تبديل خروج محمد عدنان ودخول موتاري أمادو يدخل بديلا لمحمد عدنان بالنسبة لفريق النفط. هل هناك خطأ؟ لا وجود الخطأ. الحكم يعطى الادفاندج. الله يا أموري تصويبة أموري. هاي وين يا أموري؟ هاي ذهبت باتجاه العين الصناعة في البلوجة هناك. نعم خلف الملعب وبالتالي إلى الخارج من أموري فيصل. طبعا تبديل أمادو موتاري بديلا لمحمد عدنان بالنسبة لفريق النفط. حاول من خلال التبديلات السيد عادل نعمة أن يحافظ على نتيجة التعادل لأن يخرج بنقطة. شاهد تصويبة أموري بعيدة تماما إلى الخارج. جيفرسون إلى محمد حميد مع الكرة تمريرة حذاري يضغط لاعبي فريق النفط قدم مباراة كبيرة. نعم فريق النفط قدم مباراة كبيرة على المستوى التكتيكي. يعني شاهد الضغط من لاعبين نادي النفط على لاعبي فريق القرمة دائما يعني يضغطون إلى الأمام. جماهير القرمة تبحث عن هدف ثاني، تبحث عن هدف قاتل من أجل 3 نقاط سوف تكون ثمينة في السباق على اللقب.
ستار ياسين. يحاول الآن فريق النفط، قطعت من سيف كريم وهناك خطأ وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء على سيف كريم مدافع اليسار لفريق النفط. موسم آخر مع فريق النفط سيف كريم. هذا هو سيف كريم. هذه اللقطة بطاقة صفراء مستحقة يا سيف كريم بعد هذا التدخل القوي. كرة الآن أحمد مكنزي يحاول لكن أبعدت من كرار مجددا لمصلحة فريق القرمة. أبو حشيش يحاول، أبو حشيش والتمريرة إلى أموري إلى كرار عامر. لؤي العاني فريق القرمة مرت على لؤي. على التعب، نعم التعب واضح تماما على لؤي العاني على طريقة الأمواج المكسيكية في بطولة كأس العالم 1986. جماهير القرمة نعم أكيد سعيدة تماما بأداء الفريق، سعيدة تماما بما يقدمه الفريق يعني خلال الدور الأول والدور الثاني لغاية الآن في هذا اللقاء. يعني عاد وسجل هدف التعادل، يبحثون عن هدف الفوز. خلاص الهدف صعب جدا الآن تعويضه سواء كان للقرمة أو للنفط. هنا التمرير الجميل لأحمدي ممتازة من أحمد خالد، تغطية دفاعية موجودة من أحمد خالد الذي استلم إشارة القيادة من وليد كريم بعدما خرج. كرار إلى أبو حشيش إلى علي محسن مرور جميل، تمرير في جهة اليمين إلى أحمدي إلى العماني، يلعب الكرة العالية بعيدة تماما أقرب إلى أمادو موتاري المهاجم من النيجر. هذا المهاجم طبعا قادم من نادي الفيصل الأردني. عادل نعمة ينظر إلى ساعته أكيد لا يريد الخروج خاسرا. صعب جدا فريق النفط أن يخرج خاسر، قدم مباراة كبيرة، وأيضا فريق القرمة خاصة في الشوط الثاني أيضا قدم مباراة كبيرة. يعني التعادل لغاية الآن عادل. آخر دقيقتين من أحداث هذا اللقاء، لكن كم سوف يضيف كوقت مضاف على أحداث الشوط الثاني. قطعت الكرة عادت لأموري يحاول تمريره من جهة اليسار. أبو حشيش يلعب الكرة العالية، هنا الإبعاد من جولي، يا الله علي علوون يعلن عن هدف ثاني في الدقيقة 89. ثنائية الأردني تمنح التقدم على فريق النفط. قلت لكم أنكم سوف تندمون بعد ضياع الكرة من وليد كريم، وكرة أخرى كانت من محمد عدنان ومن قبل ستار ياسين. قلت لكم أيها النفط سوف تندمون على هذه الكرة. والآن علي علوون وبقية لاعبي فريق القرمة يقلبون الطاولة على فريق النفط بعد خطأ دفاعي، ومن قبل حارس المرمى خطأ دفاعي وحارس المرمى ما بين سيف كريم وحسين علي جولي. يستغل علي علوون الذي كان بالموعد ويضع كرة الهدف الثاني ليتقدم فريق القرمة على فريق النفط بهدفين مقابل هدف واحد. أي عودة، أي ريمونتادا قرماوية، عودة كبيرة. هدف التعادل أتى في الدقيقة 82، والآن الهدف الثاني يأتي في الدقيقة 89. ليلة أردنية بامتياز هنا في ملعب الجولان
هنا في قضاء الفلوجة، وشاهد فرحة اللاعبين وفرحة الجماهير، أكيد فرحة كبيرة، فرحة كبيرة أجبرت بعض المشجعين على الفرحة بطريقة انفعالية كبيرة. علي علوان يسجل الهدف الثاني، ثنائية الأردني، أول ثنائية للاعب علي علوان هنا في دوري نجوم العراق. كم سوف يضيف؟ 7 دقائق. 7 دقائق. هل تكون هناك عودة للنفط؟ هل تكون هناك عودة للنفط؟ ذكرت لكم سوف تندمون يا فريق النفط على ضاعة هذه الكرة، والآن أنتم الآن خاسرين في المباراة، متأخرين بالنتيجة. هل هناك عودة لفريق النفط أم هناك هدف ثالث؟ علي علوان من أجل الهاتريك، من أجل الثلاثية، مر علي علوان، مرر الكرة باتجاه أموري، لكن سيف كريم موجود في التغطية، عادت إلى أموري فيصل. البدلاء عملوا الأفضلية بالنسبة لفريق القرمة. أكيد يعني الفريق الذي ينافس على اللقب يجب أن يكون لديه دكة بدلاء وقوية جدا، وفريق القرمة يمتلك هذه الدكة. وهناك حالة طرد على مصطفى كريم، المستشار الفني لفريق القرمة يحاول الآن. هناك علي علوان استلم الكرة، نجم الليلة، نجم شباك التذاكر، هنا المحاولة، الله يا سيف كريم أبعدها في اللحظة المناسبة. أحمد خالد تمريرة طويلة أمامية، لكن أقرب الجميل الأحمدي، ستار ياسين بفارق القوة، لكن هناك خطأ على ستار ياسين، خطأ على صاحب الهدف فريق النفط. ندخل الدقيقة الثالثة وهناك بطاقة صفراء على حد طبعا أعضاء الكادر التدريبي لفريق النفط. لا داعي للاعتراض، هدوا يا شباب. يعني شاهدنا بطاقة حمراء على مصطفى كريم، والآن بطاقة صفراء على أحد أعضاء الكادر التدريبي. شاهد على عنوان الكرة باتجاه اللاعب نعم ماكنزي، لكن الله يا سيف كريم كيف خلصت الكرة. فريق النفط صراحة قدم مباراة كبيرة، لكن الدقائق الأخيرة لم ينجح بالمحافظة على التقدم، وارتكب أنجي جويل وخطأ آخر كان من حسين علي جولي، خطأ مشترك ما بين الحرس حسين علي جولي وأيضا المدافع سيف كريم، واستغل هذه الأخطاء فريق القرمة ويتقدم الآن بهدفين مقابل هدف واحد. خروج سامهين ودخول إبراهيم غازي يدخل الآن بديلا لسامهين. كرة الآن يحاول أموري، الكرة لم تخرج، أموري فيصل، أموري تمريرة إلى ماكنزي يبحث عن تصويب، لكن طالت قطعت لستار ياسين أمامية من ستار، جميل الأحمدي، وابعاد الكرة من جميل من العماني من ابن السلطنة إلى الخارج. القرمة يبحث عن الوصول إلى الصدارة رفقة أربيل وديالة. نعم أربيل أنهى المباراة بالفوز على الميناء ب3 أهداف مقابل هدف واحد، ليصل برصيده إلى 6 نقاط متساوٍ مع ديالة أيضا 6 نقاط. ماذا هناك يا سيد الحكم؟ أيضا هل هناك بطاقة صفراء أم ماذا؟ نعم بطاقة صفراء أخرى على من بطاقة صفراء أيضا على أحد أعضاء الكادر التدريبي والإداري، أكيد كابتن مشتاق كاظم دائما يعني من الأشخاص الهاديين، دائما ما يسيطر على الدكة. لكن لماذا هذه الاعتراضات اليوم يا دكة نادي النفط؟ لم نتعود على هكذا اعتراضات، لكن أكيد مباراة قوية ومثيرة جدا. نعم أنت ليس في البريمير ليج وليس في الدوري الإسباني ولا الدوري الألماني، أنت هنا في حضرة دوري نجوم العراق، وبطاقة حمراء على من يعني اللاعبين يهدون كذا. بطاقة حمراء على أحد أعضاء الكادر التدريبي، أعتقد إبراهيم عبد نادر، نعم، أو على الآخر لا أعرف بالضبط. وهنا جماهير القرمة
جماهير القرمة تحتفل بهذا التقدم. وهنا المدرب عادل نعمة، ماذا هناك؟ لا وجود لحالة معينة، لا وجود لحالة معينة، لكن هناك اعتراض. والحكم أحمد كاظم يتكلم مع المدرب عادل نعمة. هذا علي علوان نجم الليلة بثنائية في مرمى فريق النفط. أحمد خالد إلى حسين علي جولي، حسين علي جولي يلعب الكرة الطويلة، حسين علي جولي يحاول ستار ياسين بالراس لكن ابو حشيش، ولعب الكرة للامام باتجاه علي علوان. علي علوان لعب الكرة لعمروش 1-2 مع علي علوان. وانجي جويل يحاول علي علوان لكن كرار موجود، قاطع الكرة فريق النفط في الثواني الأخيرة يبحث عن التعديل، هل ينجح؟ لكن البرازيلي دفاع قوي من البرازيل وبعد الكرة عادت إلى أنجي جويل مجددا. أنجي جويل يبحث الآن عن تمريرة طويلة، نعم، من أجل رحلة البحث عن التعديل. لوي العاني إلى جميل اليحمدي، جميل اليحمدي من جديد لكن إلى الخارج، إلى الخارج، إلى الخارج. رمية جانبية، رمية جانبية. الدقيقة الأخيرة من الوقت المضاف على أحداث الشوط الثاني تلعب من سيف كريم إلى أحمد خالد. أحمد خالد يلعب الكرة العالية الطويلة، استلم الكرة كوي، لم ينجح في استلام الكرة بالصورة الصحيحة. هنا التمريرة الخطيرة، يحاول الآن ماكنزي بالقرب من علوان، تصويبة ماكنزي بعيدة للخارج، بعيدة إلى الخارج، ويعتذر من الزملاء. يعرف تماما كان بالإمكان أن يتصرف بالكرة أفضل من هذا التصرف، لكن فضل الحل الفردي، فضل التصويب من بعيد، لكن تصويبته أيضا كانت بعيدة عن المرمى. عادت مصلحة فريق النفط. 7 دقائق انتهت، أكيد سوف يضيف دقيقة أو دقيقتين على الوقت المضاف بعد توقف المباراة وحالة الطرد على أحد أعضاء الكادر التدريبي لنادي النفط. هنا الرسول إبعاد من كرار، عادت إلى علي محسن، إلى علي علوان. علي علوان يبحث عن الهاتريك من أجل الثلاثية. علوان وانجي جويل، علوان جولي ينقذ فريق النفط من هدف ثالث وساعدته العارضة. نعم، كاد علوان أن يسجل الثلاثية في مرمى علي جولي، لكن جولي هذه المرة أنقذ الموقف وأبعد كرة خطيرة جدا. نعم، أصابع جولي والعارضة أنقذت فريق النفط من هدف ثالث. كاد أن يحسم الأمور، كاد أن يحسم المباراة. يا الله، أي شوط ثاني مثير لفريق القرمة، أي عودة كبيرة في الشوط الثاني. وهنا أحمد كاظم ينهي أحداث هذا اللقاء بفوز فريق القرمة بهدفين مقابل هدف واحد. تقدم النفط في الدقيقة 41 ومن ثم عدل فريق القرمة دقيقة 82. وطبعا الهدف الثاني سجل في الدقيقة 89 عن طريق نفس اللاعب علي علوان الأردني. وطبعا نبارك لنادي القرمة وجماهير القرمة، وهارد لك لفريق النفط وجماهير النفط. وفي الختام تقبلوا تحياتي معلق اللقاء علي عنب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 30 مليون.